مرحبا بكم في my first vlog. I think. شوية As you can see أنا دابا كاينة في المدرسة. As you can see كاينة في لابوز دابا، وهذا الفلوغ هذا كان فيه شي لقطات 2 or 3 days with me. في نفس الوقت في الاخر ديال هاد الفيديو غادي نهضر معكم شويه، خصوصا غادي نعطي ادفايسز للناس اللي عندهم الوطني ولا اللي عندهم الجهوي. على اساس كنا غادي نكملوا الفلوغ هنا، يعني راجعه من المدرسه، ولكن وقيلا الفلوغ مازال ما غيساليش هنا I think. بالنسبه للبيت يلا صبغتها، دونك ما كنقدرش انني نصور فيها على حساب الصوت كيبقى يتعاود حيت البيت خاويه. اليوم على اساس قاريه بالصباح وبالعشيه، ولكن تغيبت بالصباح دونك جيت غير بالعشيه، ودابا انا غاديه في الطريق للدار، ولكن I think غادي نديو معنا حتى الناموسيه ديالي. ديجا دوزت لا كوموند السيمانه اللي فات، غادي نشوف دابا واش جدات ولا لا. I hope so. هاي اجين. دابا خاصني نخرج. I have to go to work. غادي مع 7:30، وهادي هي البيت اللي ديجا هضرت لكم عليها. كما قلت لكم راه خاويه ما فيها والو، داكشي على الصوت كيتسمع مجهد. غدا ان شاء الله غادي توصل الناموسيه ماشي اليوم، دونك دابا خاصني نخرج. As you can see كنخرج بالليل. There is no barrier. ما عرفتش علاش ديما كنهضر لكم في بلايص خاويين، ولكن هادشي اللي عطا الله. عندنا اضرابات في المدرسه. يا ربي نخرج. بالنسبه لي تشوفوا بلي راه كنركب 3 ديال الطوبيسات غير باش نوصل للمدرسه ولا باش نوصل للدار. الدار تستروي، دونك ساعتين ديال الطريق، ساعتين ونص ديال الطريق بحال هكاك. حطوا لنا المدرسه في وسط الخلا وفي وسط القفار. داك العام كانت تقريبا ليا نورمالمون، دابا انا عندي العام الثاني ان شاء الله. ديجا دوزنا الاس 3، دابا ان شاء الله يلا بدينا الاس 4 ان شاء الله يا ربي شي صافي. المهم دونك قلنا لحظات ادراك بلي راه اول مره غادي تشوفوني وكنهضر معكم بهذه الطريقه، يعني غنجيكم شويه ويرد، غنجيكم غريبه الاطوار. هادشي اللي عطا الله. المهم كما قلت لكم اليوم ان شاء الله غادي توصل الناموسيه ديالي، وايضا الا لقيت شي واحد يمشي معايا ان شاء الله غنمشي عند الدونتيست. قلت لكم انا واخا عندي 20 عام، ولكن الا ما لقيتش نمشي معاه عند الدونتيست ما غاديش نمشي بوحدي. نقدر نمشي اي بلاصه بوحدي الا عند الدونتيست، حيت عندي فوبيا، ذات سيت. هذا هو غادي يكون اخر نهار ان شاء الله في هذا الفلوغ. غنصور لكم فاش غنوصل للدار، شنو درت مازال، واش مشيت عند الدونتيست ولا لا، واش وصلت الناموسيه ولا لا، وغادي نوريها لكم ان شاء الله. ومن بعد غادي تكون واحد الفقره ديال انه نهضر معكم شويه and that's it. ما تنساوش تخليو لي كاع الاسئله ديالكم، اي سؤال جاكم في دماغكم سواء ليكم سواء ليا سواء ماشي مشكل، كنفتح لكم المجال. هاي عاوتاني الناموسيه غادي تاجل حتى غدا ان شاء الله. بالنسبه للنهار ديالي مازال مسالاش، ولكن اي ثينك تا غدا ان شاء الله نصور لكم غير الناموسيه وصافي، يعني بلا ما نصور لكم كاع كلشي
يعني نزيد نهار اخر في الفلوق حيت غادي يجي طويل بزاف. and that's it. الغدا ان شاء الله نوريكم البعد. هاي. دابا وصلنا للفقره اللي غنهضروا فيها واحد شويه انا وياكم. غنحاول انني نختصر عليكم شويه الهضره، ولكن مع ذلك حاولوا تجيبوا شي حاجه تاكلوها ولا تشربوها، ولا غير جبدوا حوايج من الماري وطويوهم. المهم ديروا شي حاجه اعتبروا هذه البقيه من الفيديو بحال شي بودكاست. حطيت هنا التساؤلات اللي ديجا سولتوني. بعدا هذا وجه جديد على السوشيال ميديا، يعني واحد الوجه اللي هو جديد في يوتيوب، ولكن سبيشال. سولتوني ديجا اسئله. اول حاجه واللي هي كيفاش تبريباري الجهوي ديال السيزيام وديال الباك تاعو، زعما الوطني ديال الباك. باي ذا واي انا نسيت، راه شريت راه شريت ناموسيه ديجا قلت لكم غادي نوريها لكم ونسيت بلي راه ما وريتهاش لكم. وصلت البارح ولكن عاد اليوم انا اللي ركبتها and that's it. I love it. pink matchy. yes, I'm so happy with it الصراحه. I love it. كنا كنهضروا على السيزيام والباك. واحد النصيحه اللي غادي نعطيكم هذا الفيديو هذا على السيزيام والباك واي مستوى كيف ما بغى يكون، واللي هو بدا من دابا. هاد الهضره عارفه بلي راه كتسمعوها بزاف، بداو من دابا باش في الشهر الاخر ما تزيروش كذا، ولكن بليز الا كنتو باغيين تجيبوا شي نقطه اللي هي مزيانه، اعتبروا ان الوطني غادي يكون عندكم في شهر 3 ولا في شهر 4. دونك غتبداو خدامين هاد 15 يوم ولا هاد الشهر الجاي كامل خدامين على اساس عندكم غير هاد الفتره باش تراجعوا، ومن مورا ديريكتومون دوزو الامتحان. علاش؟ باش ما تمشيوش حتى الاخر وتحسوا بداك الضغط. والمشكله داك الضغط ما غاديش يخليك ديك الساعات انك تقرا وكيتجمعوا عليك الامراض والحاله غير بسبب انك مرضتي نفسانيا بسبب ستريس وكذا. دونك لا، هادشي كامل عفاكم حاولوا انكم تفادوه باش انه تجيبوا نقطه ولكن باقل الاضرار على الصحه ديالكم النفسيه والجسديه. دونك صعيب شويه انه تبقى تضرب ديك التماره كامله، ماشي شويه، صعيب بزاف انك تضرب ديك التماره كامله باش في الاخير تجيب شي نقطه اللي هي متوسطه ولا تجيب شي نقطه اللي هي ضعيفه. دونك عفاكم ضربتوا تماره ضربتوها، حاولوا انكم تزيدوا واحد المجهود شويه اكسترا باش انكم تجيبوا واحد النقطه اللي هي مزيانه بزاف. دونك حاولوا عفاكم انكم تزيروا راسكم واحد شويه في هذه الفتره، تخدموا مزيان على اساس راه عندكم الامتحان الشهر الجاي، باش ملي يجي الشهر الجاي غادي تكونوا كملتوا المراجعه، ولا غادي يبقاو لكم غير شي حوايج اللي هما بساط وصافي. دونك تزيدوا في ديك الشهر الاخيره في حين ديك الساعات الناس ديجا يلاه بداو كيراجعوا، ديجا الناس يلاه بداو كيحسوا بداك الضغط. واخا راه ماشي كلشي، حيت كاين الناس اللي تبارك الله عليهم كيخدموها دماغ، يعني من البدايه كيجيبوا الجهد باش في الاخر ديك الساعات ما كيكونوش مجبورين انهم يديروا واحد المجهود اللي هو كبير اللي كيأثر عليهم. ما عليناش. دونك هذا بالنسبه فيما يخص السيزيام والباك. مازال عندي ما نقول ولكن غادي نكتفي بهذه النصيحه هذه. ثاني سؤال سولتني واحد البنت واللي هو واش تكمل في سيونس مات ولا تقلب سيونس فيزيك في الباك. بالنسبه لهذا السؤال هذا باش انا نجاوبك عليه ما نقدرش. علاش؟ حيت هذا الشيء كيعتمد عليك نتيا. الا كنتي مستعده انك تبذلي واحد المجهود اللي هو كبير في الباك ديري سيونس مات. ولكن بالنسبه لي انا كنت سيونس مات في السيزيام، ولكن فاش طلعت للباك قلبت ودرت سيونس فيزيك. في الحقيقه ما كانش عندي الخاطر وما كانش عندي القاده انه نبذل واحد المجهود كبير وانه نسهر وكذا كيما طرا ليا في السيزيام على قبل النقاط اللي هما متوسطه. حيت في سيونس مات ماشي بحال سيونس فيزيك كتبذل واحد المجهود كبير، ما كيعنيش انه غير تجيب نقطه. واخا هادشي راه بصفه عامه في كلشي ماشي غير في سيونس مات، ولكن بزاف في سيونس مات واخا تبذل مجهود وكتحس براسك فهمتي الدرس خدمتي التمارين يلا كتجيب نقاط متوسطه. ما عرفتش في الحقيقه واش هذا الفيديو اصلا غادي نبوستيه في الاخر ولا لا، ولكن الا بوستيتو خاصني نصفق على راسي بيكاز ماشي واحد الخطوه اللي هي سهله انك تبان في يوتيوب. كنتو كتعرفوني غادي تعرفوا بانه انا كنفضل انه ندم على شي حاجه حيتاش درتها ولا انني ندم على شي حاجه ما درتهاش. عفاكم قولي شنو هو الراي ديالكم على هذا لا فيديو، خصوصا انه هو the first vlog وكذا. قول لي شنو هما الحوايج اللي خصني نبدلهم، قول لي شنو هما الحوايج اللي هما مزيانين. and that's all. You can ask me everything you want. This is going to be your home. اخر حاجه واللي هي ديما كنقولها لكم في كل فيديو، خليت لكم الراحه. بسلام عليكم.